السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما ان النهاردة بقى احنا كده في موسم المانجا، ماشي، والمانجا بقى لسه طالعة كده، وعلى طول بقى الجو حر جدا، عايزة تاكلي كده حاجات حلوة وساقعة كده. النهاردة هنعمل كنافة بالمانجا بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهتطلع معاكي بجد احلى من بتاعة المحلات كمان. بس قبل ما ندخل على الوصفة، يا ريت اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. ويلا نسمي الله كده. بصوا وندوق كده، وايه رأيكم في الجمال والحلاوة؟ مقاديرنا سهله وبسيطه. انا معايا نص كيلو كنافه زي ما انتم شايفين كده، ماشي. هقعد افككه بايدي كده لحتت صغيره، انا عايزاه حتت صغيره جدا، ويكون يستحسن ان انت تحطيه مثلا في الفريزر وتقصقصيه كده بالمقص او تفركيه بايدك. تمام، هيبقى معاكي حلو جدا. اهم حاجه ان انا عايزاه يعني قطع صغيره خالص على قد ما تقدري. هو زي ما انتم شايفين حته حته كده من غير سمنه ومن غير اي حاجه في الاول كده اهوت. كده بقى معايا زي الفل. بصوا هجيب طبق كده واسع بقى، واخد حته حته كده عشان خاطر ان انا ايه اعملها كويس، تبقى كل حاجه مندمجه كده كويسه جدا زي ما انتم شايفين كده اهوت. ما شاء الله خلصت الكميه كلها اهيت وخليتها زي الفل. هجيب كده الصينيه بتاعتي احط فيها مثلا 100 جرام من الزبده، ماشي، على طول كده، واقوم حاطه عليها الكنافه على طول، واخدها بقى على نار هاديه. المهم ان النار بتاعتك تكون هاديه عشان الكنافه بتتلسع بسرعه، ويمين وشمال بقى لغايه لما تبدا تاخد اللون الذهبي معايا، الذهبي الغامق كمان مش الفاتح. تمام اهيت. ما شاء الله بتبدا ان هي كمان لما بتبدا تاخد اللون بتلاقيها بتتكسر معاكي، وبتبقى حتت صغيره خالص من ان هي على النار يعني. تمام اهيت. ما شاء الله شغاله معايا وزي الفل زي ما انتم شايفين كده. خليك بالك منها جدا عشان ممكن تتلسع في ثانيه منك اهوت. اول ما تبدا تاخد اللون اللي عينك كده تشوفه ان هو ده اللون الحلو المناسب، خلاص انا هطفي عليها النار. تمام، ما بتاخدش وقت كبير يعني على النار ولا حاجه. وممكن على فكره تحطيها في الفرن وتولعي شوايه وفرن من تحت، هتاخد اللون معاكي بسهوله جدا. بس خلي بالك منها كده. انا خلصت خلاص الكنافه، ده لونها. بصوا يا جماعه بعد ما اتحطت على النار بقت قطع صغيره خالص زي ما انتم شايفين اهو. اسيبها تبرد بقى. معايا كيلو من المانجا زي ما انتم شايفين، اي نوع مانجا عندك اقشره كويس وابدا ان انا اقطعه معاكم زي ما انتم شايفين كده. دي احلى انواع المانجا بصراحه، مسكره جدا اهوت زي ما انتم شايفين. هقطعها كده وبعد كده ابدا ان انا اخليها مكعبات حتت صغيره زي ما انتم شايفين ان شاء الله تشوفوا معايا دلوقتي اهوت. نبدا بقى نقطعها القطع الصغيره زي ما انتم شايفين كده، ماشي. انا خليت يعني ايه حته من المانجا، شريحتين كده من المانجا من غير التقطيع عشان ازين بيهم من على الوش اهوت. اخلص كل كميه المانجا اللي معايا بنفس الطريقه كده. سهله جدا وبسيطه يعني، ان شاء الله تطلع معاكي حلوه جدا من اول مره ان شاء الله. كده يا جماعه انا خلصت خلاص. نجهز بقى حاجتنا اللي احنا نشتغل بيها. انا معايا كوبايه من الشربات وكوبايه من عصير المانجا. تمام، تقيل. انا عصير المانجا لازم يكون تقيل عشان ما تسيلش معاكي. ومعايا طبعا كيس كريم شانتيه ضرباه وحطاه في كيس ثلاجه. احط بقى نص كميه الكنافه زي ما انتم شايفين كده في القالب اللي انا هشتغل بيه، وهجيب العصير بتاع المانجا اللي معايا واحط نص الكميه كده، واجيب برده الشربات واسقيها. المهم ان انا اسقي الكنافه كويس بالمانجا وبالشربات عشان تبقى طريه معايا. واجيب قطع المانجا كده زي ما انتم شايفين واقوم موزعاها كده برده بس في الصينيه اهوت. وبعد ما اخلص هجيب باقي الكنافه كده واقوم حطاه اهوت ومسوياه كويس جدا زي ما انتم شايفين. وبرده هحط عليه الصوص بتاع المانجا زي ما انتم شايفين، وهحط عليه برده ايوه بصوا زي ما انتم شايفين كده نفس الطبقه الاولانيه الشربات والمانجا. تمام كده خلاص اهي اتشربت معايا وبقت زي الفل. اقوم جايبه بقى الكيس بتاع الكريم شانتيه فاتحاه حته صغيره كده، وزي ما انتم شايفين كده خطوط. اي حاجه عايزه تحطها قطعه واحده مفيش اي مشكله، كده كده هتتسوى بالمعلقه. تمام اهوت. اخلص الكريم شانتيه كله اللي معايا زي ما انتم شايفين كده اهوت. كده خلاص معايا بقى زي الفل. هجيب بقى المعلقه كده وبالراحه خالص عشان ما تروحش وتيجي معاكي، ماشي. اسويه على قد ما اقدر كده بالمعلقه. كده كده الشكل هيتدارى من فوق، بس برضو على قد ما تقدري كده ان انت تسويه اهيت زي الفل ما شاء الله، ماشي. هجيب بقى كده قطعتين الشرايح المانجا اللي انا قلت لكم انا هخليهم للتزيين زي ما انتم شايفين كده. احطهم في النص وابدا بقى اوزع قطع المانجا كده حواليهم زي ما انتم شايفين كده
اهوت ما شاء الله اللهم بارك، بجد كان طعمها حلو جدا وطريقتها سهله جدا. وكده كده الجو نار وعايزه تاكلي على طول حاجه حلوه وحاجه ساقعه كده، فما شاء الله يعني حاجه حلوه جدا. كده يا جماعه انا خلصت، هجيب بقى شويه العصير اللي كانوا باقيين معايا وبرده هشربهم كده من على الوش. غنيه كده بالمانجا، اكنك بتاكلي مانجا كده لوحدها من غير حاجه. كريم شانتيه والكنافه طبعا بيدوها نكهه كده وبيوديها لك في حته تانية. زي ما انتوا شايفين هخليها بس تتشمع ربع ساعه ولا حاجه في التلاجة، ونبدا بقى كده اهوت. اللهم صل على النبي. كان معايا بقى كام حبايه كده من العنب ماشي، وقمت حطاهم كده على الوش اهوت زي ما انتوا شايفين. خلصت العنب وحطيتها ربع ساعه في التلاجة بس يا دوبك اتمسكت معايا شويه، وهنيجي نقطع بقى اهوت. جبت بقى كده الشياله بتاعتي وقطعت كده بالراحه اهوت. هحط حته في الطبق كده معاكم واوريكم الجمال والحلاوه، حاجه كده من الاخر اهوت ما شاء الله اهو. ايه رايكم في الجمال بقى والحلاوه؟ قطعه كده بسم الله ما شاء الله. شوفوا بقى لو بتجيبها من بره هتجيبها بكام، احنا عاملينها طبعا في البيت بطريقه حلوه جدا واقتصاديه كمان عايزه اقول لكم يعني، والطعم كان رائع. كده يا جماعه الفيديو خلص، اتمنى من كل قلبي ان هو يكون عجبكم. يا ريت اللايك والاشتراك في